إذا فتت على بيت شامي قديم واطلعت على السقف المزخرف رح تكتشف أسرار ما حدا حكى لك عنها من قبل. مو كل الرسوم والزخارف كانت مجرد زينة. في بعض البيوت الدمشقية كانت الأسقف ترسم بالألوان ونقوش مختارة وتحمل معاني ورسائل لأصحاب البيت وضيوفهم. فمثلا كانت الزهور والأغصان ترمز للجنة والرخاء والجمال، أما الكتابات الشعرية والحكم فكانت تعكس ثقافة صاحب البيت ومكانته الاجتماعية. لهيك كان اختيار أنواع معينة من الزخارف أو الرموز كانت تكشف شيء عن اهتمامات صاحب البيت أو البيئة يلي عاش فيها. لهيك سقف البيت الدمشقي ما كان سقف عادي، كان لوحة فنية تحكي قصة عائلة بأكملها. واليوم إذا دخلت على بيت شامي قديم، شو ممكن أول شيء يلفت انتباهك؟ البحرة ولا السقف المزخرف؟ اكتب لي رأيك بالتعليقات.